الطبوريضة أو الفروسية، كلها تسميات تعني نفس الشيء، لكن الدلالة الحقيقية لهذا الموروث الثقافي الذي خلفه الأجداد تدل على البطولة، وتدل كذلك على الشجاعة والبسالة التي تميز بها الفرسان المغاربة على مر الزمن. ترجع تاريخ هذا الموروث الأصيل إلى القرن ال15، لكن في هذه الفترة كانت الفروسية أو الطبوريضة تتم بواسطة السيوف فقط، لكن مع بداية القرن ال16 بدأت يبان البارود، ولات خدات مشهد بطولي وكذلك مشهد حربي تيدل على الظروف اللي كانت تعيشها المنطقة آنذاك خلال الغزو البرتغالي للسواحل المغربية وظهور السعديين في مواجهة العدو والدفاع واسترجاع الثغور المغربية المحتلة. في كل سنة في مدينة تارودانت جنوب المغرب تيتم تخليد هذا الموروث العريق من خلال فعاليات الملتقى السنوي للطبوريضة، واليوم غادي نشارك معكم هذه اللقطات والمشاهد الرائعة اللي تمت يوم 2 غشت 2024 في مدينة تارودانت التاريخية. في كل لحظة تنحضر لهذا المشهد ديال الطبوريضة تنستحضر المعارك البطولية اللي خاضوها المغاربة خلال الأزمنة الغابرة، وتتخليني نتخيل الشجاعة والقوة والعظمة ديال هذا الشعب العظيم. السلهام والزيت التقليدي المغربي والسروج المطرزة والخيول متعددة الألوان والغبار المتطاير في المركب، كلها مشاهد ومناظر رائعة تتخلي في نفوسنا الاعتزاز الكبير بكون المغرب يحتضن هذا اللون التراثي العريق. تتميز الفرس المغربي بالقوة والشهامة والذكاء، وتكلمت عليه العديد من المصادر التاريخية، وأولها كان منذ عهد الرومان اللي تكلموا بشكل كبير على الفرس الأمازيغي المغربي الأصيل. يحظى الفرس المغربي الأمازيغي باحترام كبير من طرف المغاربة، لأنه تيدل على البركة وتيدل كذلك على المجد التاريخي اللي بناوه المغاربة على مر الزمن. بعد هذه المقدمة الطويلة نخليكم تشاركوا معايا هذه اللحظات المتميزة اللي عشناها خلال الملتقى السنوي للطبوريضة بتارودانت سنة 2024.